إذا إذا شكرا لك مرة أخرى سي لو جينيرال سيدي محمد. ننتقل عند سي أبي طالب. تفضل أستاذي، وأولا شكرا لك على الحضور، ونتمنى أنك تعطينا قراءة أولية لأين وصل الملف آخر تطوراته. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. أولا في الحقيقة أفتخر أن أكون متواجد مع هذه الكوكبة لتدارس هذا الملف المهم جدا. وبما أن هذا الحمد لله المستوى النيفو طالع بزاف، غادي نتكلموا بكثير من الصراحة، و يعني الخلاف لا يفسد للود قضية. يتحدث أخي وصديقي الدكتور سالم عبد الفتاح بداية، وبدأ بشرح من أين أتى الحكم الذاتي أو فكرة الحكم الذاتي، وهنا أختلف معه تماما، لأقول أن فكرة الحكم الذاتي أن المخطط والمخرج هو الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وهو الذي أسس وجهز كل شيء لولي العهد الذي سيكون بعد ذلك الملك محمد السادس. والكلام الذي أقول سأرفقه بالدليل. إذا فتحت لي في اسمه تقولوا لها انتوما العمارية، لا شوي بقى قاسي بسيط، ماشي بسيط جدا. شوف أخي الكريم، هذه مجلة لوموند 3 غشت 1988 1988 تنشر مقال مطول عبارة عن لقاء ان انترتيان مع الحسن الثاني، ومطول ومهم، الجميع يستطيع أن يطلع عليه ويترجمه، لأنه ستفهمون أنه منظر الحكم الذاتي، وهو كما يقال هذه الطائرة التي انطلقت هو حضر لها لا بيست اللي غتنزل فيها، المدرج اللي ستنزل فيه. وبالتالي هو لقاء مطول، ولكن أردت أن أقرأ لكم فقط كيف لخصت لو موند، وهذا اللقاء كان في القصر في الصخيرات، كيف لخصت اللقاء. قالت ان entretien avec حسن II، لقاء حسن الثاني، لو بروبليم صحراوي بوغي اتر ريغلي، يعني المشكلة الصحراوية أو القضية الصحراوية يمكن حلها dans le cadre de la régionalisation du Maroc. و يعني اسمحوا لي نخرج من هذا دقيقة، أخرج فقط من هذه أيوة. إذن في هذا اللقاء يشرح الملك المغربي الراحل حسن الثاني بدقة في إطار السؤال كيف تصوره عن حل هذه المشكلة. فأنا درست ما هي علاقة الجهوية مع الحكم الذاتي، فوجدت دراسات معمقة أن الطريق إلى الحكم الذاتي هو الجهوية. الطريق إلى الحكم الذاتي هو الجهوية، بمعنى أن المملكة المغربية، ودائما أكررها، هذه قوة يعني الحكم في المملكة المغربية، أنه ينظر ويبحث لحلول على مدى عقود، ليس لديه سياسات ردود أفعال. بمعنى نحن هذا المسلسل الذي نعيشه اليوم هو مسلسل قد دبر له بعناية، وكل في وقته، لأننا سنعلم بعد ذلك أن المغرب سيقدم رسميا اقتراحه الأمم المتحدة 2007، وتحدث عنه 2006، ولكن رسميا، يعني تقديم الأوراق رسميا
من طرف ممثل دائم المملكة المغربية في الأمم المتحدة بتلك الأوراق، وطلبه برسالة يعني توزيع هذا يعني الحل وهذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الجمعية العامة. وهنا أقول أن المجلس الملكي الاستشاري للقضايا الصحراوية تم فعلا إنشاؤه في 2006 من طرف الملك محمد السادس. لما ليس المجلس هو يعني هو الذي اقترحه استشاري، ولكن لما عزم المغرب إلى الدخول في هذه المرحلة أنشأ الملك المجلس الاستشاري، وهو هيئة استشارية للملك في تسيير الشؤون الصحراوية الاجتماعية والاقتصادية. إذن هذا فقط من باب من أين جاء يعني الحكم الذاتي، ولنشرح الآن أين وصلنا ونفهم أبعاده. شوف أخي الكريم، الولايات المتحدة لماذا تدعم هذا الحل الحكم الذاتي والذي اقترحت المملكة المغربية؟ لأنها سبق أن طبقته، وليس ببعيد، طبقته في العراق مع كردستان. وأنا أقول لك الطريق الذي أخذت كردستان، لأن كردستان بعد أن يعني الحرب الأولى الذي هزم فيها يعني الجيش العراقي انقطعت مباشرة، يعني أصبحت فعليا أن الأكراد أصبحوا منفصلين. ولكن عندما سقط صدام حسين وتم تغيير الدستور والاستفتاء حوله، هنالك برمجوا الإطار القانوني الجديد لمنطقة كردستان بأن تكون لها حكما ذاتيا تحت السيادة العراقية، وكان ذلك كله بوجود ودعم الولايات المتحدة. وكانت نتيجته أيضا كما نرى يعني مهمة جدا. وللأمانة الأكراد كانوا عندهم فصيلين تقريبا أو منطقتين كردة. ماذا فعلوا؟ خلطوا بينهم وعملوهم جهة فيدرالية لكردستان، وهو الحل الذي تقترح المملكة المغربية. المملكة المغربية الذي قرأ ما اقترحت جهة اسمع، لم تقترح اقترحت جهة، أخذت جهة من جهاتها وأسمتها جهة الحكم الذاتي. التسمية الحقيقية التي اقترحت المملكة المغربية في يعني المقترح هو جهة الحكم الذاتي، وهي ستكون من واد الذهب والساقية الحمراء. والملك الحسن الثاني رحمه الله عندما سأله الصحفي ما هو تصورك لهذه الجهوية لا ريجوناليزاسيون، قال له بالضبط نظام ليلاندر في ألمانيا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنني درست في ألمانيا سنوات 4 و5. فالسيستم دي لاندر أن ألمانيا الفيدرالية كل لاند يعني كل ريجيون عندها برلمانها الخاص، وهذا البرلمان الخاص ممثل في البرلمان الفيدرالي، وهو بالضبط ما اقترحت المملكة المغربية في الحكم الذاتي. لما تقرأ الحكم الذاتي يقول سيكون هناك جهة أو مجلس تشريعي داخل جهة الحكم الذاتي مكونة من ممثلين القبائل الصحراوية زيادة على أولئك الذين سيتم اقتراعهم بصفة مباشرة، وسيكون ممثل لهذه الهيئة داخل البرلمان المغربي. وطبعا يتم إعطاء الصبغة القانونية في البرلمان المغربي لمنح فعلا هذه الجهة يعني حكم ذاتي. إذن أنا بالنسبة لي ما اقترحت المملكة المغربية، وطبعا أنا أعلم أيضا أنها تشاور وهذا طبيعي جدا، هذا رقي ومرونة الدول الكبرى يعني الكبرى أن لديها شركاء أقوياء مثل الأمريكان والفرنسيين
طبعا وقع هناك تشاور وكل شيء حول هذا الأمر. الذي لم يفهم الجزائريون الذين على لسان وزير خارجيتهم قال لما اقترحوا هذا الحكم الذاتي، هذه المبادرة، إنها استحوذت على كل الساحة ولم يستطيع أحد أن يأتي بأي اقتراح آخر، وهو لم يفهم. لماذا؟ لأنه ما طرح بطريقة واقعية وقانونية وحتى قياسا على حلول أخرى قد طبقت من الأمم المتحدة. ومن ذلك الوقت والأمم المتحدة، اسمعوا هنا هذه الجزئية ومهمة جدا، لأنهم هم دائما عندما يناقشنا هنا هؤلاء يعني مناصري جبهة البوليساريو والطرح الجزائري، يقول لك في كل القرارات منذ 2007 هناك كلمة يفضي إلى تقرير المصير. وهنا يعني سنكتشف المغالطة الكبرى، لأنني أنا اسمحوا لي بعد ما تمعنت وتعرف هذه القضية تعيش ليل ونهار، أنا عندي وصف أن ما وقع في هذه المناطق وهذه الأقاليم هو أكبر عملية احتيال سياسية وقعت في القرن العشرين. يعني تشباك ما بعد تشباك، يعني محاولة السطو على الحق. ولكن سبحان الله، كلمة قالها الملك المغربي والناس يعرفون أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، استاذ أن كلما تطورنا وكلما تواجدت وسائل يعني إعلام الناس وكلما استطاع الناس كلما اقتربنا من الحق والحقيقة. هؤلاء الناس وهؤلاء الطرف الآخر لعبوا عليهم وقالوا لهم أن تقرير المصير هو الحكم، هو الاستفتاء. عندما يسمع أحدهم تقرير المصير يعتقد أنه تقرير المصير هو الاستفتاء، وهذا هو أكبر خطأ. والإنسان يخطأ وتكون هناك مغالطة تحجب عنه الحق. الاستفتاء وسيلة من وسائل تطبيق حق تقرير المصير. كثير من المناطق استقلت بالمفاوضات التي تطلب الأمم المتحدة اليوم المغرب أن يدخل فيها لتفضي إلى حل مثلا الحكم الذاتي. هذا تقرير مصير، هذا بحد ذاته تقرير مصير. وهنا عندما بدأت الناس تكتشف، يقول لك الجزائر عندما تخرج ببيان وتقول أن هذا الحل غير قانوني وغير شرعي، أنا أقول شخصيا أن المشكلة الكبرى أن في السياسيين الجزائريين نتيجة لما مروا به هم في استقلالهم عبر استفتاء تقرير المصير عبر الاستفتاء، فظنوا أن تقرير المصير لا يصح إلا بالاستفتاء. فالسياسيين الكبار يقولون أن الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وحتى إسبانيا وفرنسا أنهم يخرقون القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن هم لا يعلمون أن هذه الدول تتوفر فعلا على وزراء يعني وزارات خارجية حقيقية تدرس، ولا يمكن أبدا أن تسمح لنفسها أن تذهب في طريق غير قانوني أو لا يحترم الشرعية الدولية. أريد أن أقول أن المملكة المغربية الحل الذي وضعت، وهو الحل الوحيد لم يستطيعوا هم أن يأتي، الطرف الآخر الذي في وجهه لم يستطيع أن يأتي بحل. الحل الذي وضعته هو حل قانوني ومطابق لميثاق الأمم المتحدة. وأنت قلت لا نتحدث عن ما سيأتيه، ولكن نتحدث إلى تنزيل هذه الحكم الذاتي. قلت أن من أهم السبل للوصول إلى الحكم الذاتي حتى يكون أمرا واقعا هو الجهوية، والمغرب دخل فيها منذ عقود وكانت نتائجها مذهلة، لأنه حقق تنمية كما يقال شاملة. واليوم أنا أقول أن المملكة المغربية حسب ما فهمت من آخر خطاب للملك المغربي، واسمعوا هذا الكلام تحليل ربما ولكن هذا واضح، المملكة المغربية مصممة من السنة المقبلة على أن تبدأ في التنزيل القانوني للحكم الذاتي. شكرا. سي أبي طالب نخليو المسألة التنزيل وما سيحدث في الأيامات القادمة
إلى مداخلة قادمة إن شاء الله. أولا أشكرك على تدخلك الرائع بطبيعة الحال. مع الأسف الأخ سالم غير متواجد. نحيل خويا دريس، واحد نقطة جملة فقط، هي مسألة أخرى فسرت لي إذا سمحتي لي، غير جملة بالنسبة لحدود تندوف الذي رددها 3 مسؤولين جزائريين. اليوم ما غاديش نبقاو نسمعوا الصحراء الغربية أو الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، وما كان مقصودا منه ماشي الحدود مع تندوف، أن فسرها لي واحد الجزائري بدون ذكر اسمه، أن الحدود مع تندوف بحال اللي كنقولوا حنا الحدود ديال وجدة مثلا، يعني الحدود اللي كاينة في وجدة. فهم أصبحوا يتفادون ذكر الصحراء الغربية. وتفضل هذا هو التفسير اللي فسروا لي واحد الجزائري. تحياتي. شكرا لك الجنرال. هذا نزيدوا في معرض الحديث ديالنا على هذه. انا غادي الا سمحتوا لي نرجعوا عند الاستاذ سالم. وفي معرض الحديث الاخ ابي طالب تكلم على مساله يعني المكتب الاستشاري، هل هو التاسيس ديالو اللي ذكرت، والاخ ابي طالب حينما ذكر سنه 2006 تم التجديد ديالو كما قالوا الاخوان، ام اريد يعني تعقيب مقتضى في هذا الجزء ونمر الى الاخوان الاخرين. هو من الواضح، وشرح الواضح من المفضح. هو من الواضح على انه المجلس الاستشاري من اسمه مجلس استشاري وتابع، هذا اكدت عليه مرارا في مداخلتي، على انه تابع للقصر وليس يعني جهه خارج نسق مركز القرار المغربي. مركز القرار المغربي الشؤون السياديه من صلاحيات عاهل البلاد. هذا شيء مفروغ منه. لأن طرحت مسألة المجلس الاستشاري ليس في التشكيك في مصدر القرار أو مصدر المبادرة، وإنما بنية استحضار بعد مهم، وهو إشراك الساكنة المحلية في القرار الرسمي وحتى السيادي المغربي، خاصة إشراك ساكنة الإقليم فيما يتعلق بتدبير الملف. لأنه هذه جزئية مهمة تستحق أو تتطلب أن نسلط عليها الضوء، على أن الصحراويون شاركوا بفعالية كبيرة جدا في صياغة مضامين المبادرة المغربية للحكم الذاتي من خلال المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية. وأنا قلت لك سمعت شهادات عديدة على أنه تم التفصيل في هذه المبادرة جزئية. والإطار العام واضح على أنها مبادرة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، صلاحيات موسعة إلى آخره، لكن التفصيل في تلك الخصوصيات في أكثر تفاصيل أكثر بكثير مما قدم لدى الأمم المتحدة. أنا سمعت من شهادات حية من عديد من حضروا تلك النقاشات على أنه كان السقف النقاش مرتفعا، وكان التأكيد دائما كما قلت على أنه يقال أنتم تتبعون لعاهل البلاد وتتمتعون بصلاحيات مطلقة فيما يتعلق بنقاش المبادرة وما يتعلق بإقرار بنودها وتفاصيلها. ويعني شكلت وفود لزيارة والاستطلاع تجارب الحكم المحلي في خارج البلاد، وطبعا تم استحضار بشكل كبير الخصوصية المحلية. طبعا شوف، الظواهر السياسية من الصعب أن نطلق في حقها حكما مطلقا. الظواهر السياسية كما الظواهر الإنسانية هي ظواهر مركبة ومعقدة، ولا يصح أن نطلق عليها حكما جاهزا. من المؤكد على أن المقاربة التي تبناها عاهل البلاد الراحل الحسن الثاني هي مقاربة الاستفتاء التأكيد، وأنه إلى آخر لحظة من لحظات حكم الحسن الثاني بقي متمسكا بمقاربة الاستفتاء التأكيد. وهذا ورد في كثير من المصادر، أبرزها المقابلات التي عقدت مع إدريس البصري الذي كان أهم رجال الحسن الثاني بعد مغادرته موقعه كوزير داخلية، حتى إبان يعني محاولته التصعيد والآخره. شرح عمليا كيف على أن الرؤية كانت هي تشريع واقع السيادة من خلال الاستفتاء. هذه رؤية الإدارة السابقة، لكن إدارة محمد السادس جاءت برؤية جديدة، وهي رؤية يعني أنه لا حل خارج السيادة، وأنه لا مجال للاستفتاء حول مسألة سيادية حتى وإن كانت تأكيديا. وبالتالي اتخذت مقاربة جديدة، وهذا ظهر في الخطاب الذي ألقاه عاهل البلاد سنة 2000 حينما قال خطاب مسألة خضراء، حينما قال على أنه لا حل خارج السيادة وأنه المغرب لا يتفاوض على صحراء. وبالتالي المقاربتين بينهما اختلاف كبير جدا، لكن تحكم بعض التفاصيل المشتركة التي قد تستحضر الحكم الذاتي وقد تستحضر، لأنه حتى المبادرة من ضمنها من تفاصيلها أنه سيتم التصويت عليها من طرف سكان الإقليم. لدي إضافات بخصوص السياق التاريخي
خاصة ما يتعلق بتعاطي الأطراف الأخرى، لأنه مهم فهم الظاهرة السياسية من خلال سياقها التاريخي، سياق مهم في شرح تطور الظاهرة السياسية. لكن حتى لا أطيل، حتى مداخلة أخرى. بارك الله فيك أستاذي سالم، شكرا لك على الإيضاح مرة أخرى. شكرا للأخ أبي طالب الذي أعاد بنا إلى بعض النقط اللي لازمنا نركزوا عليها في مداخلات قادمة حينما نتكلم، وهذا كان واضحا من خلال أجوبة الجزائريين، سواء كان تبون الرئيس سعد المجيد تبون أو حتى الوزير عطاف، حينما يتكلمون عن الحكم الذاتي، المعنى ديالو هو أنهم لم يترك لهم خيارا لإحضار مشروع موازي لهذا المشروع، وبالتالي يمكن أن ينافس مشروع الحكم الذاتي أثناء أو على طاولة المفاوضات. وبالتالي أصبح من الصعب جدا أن يتدخل الجزائريون في هذا الموقف، لأن مع الأسف حتى على المستوى الدبلوماسية القديمة الجزائرية لا تفهم في هذه الأمور، وبالتالي أصبح المجال مغلقا ولا يوجد داخل الصندوق إلا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إذا مرة أخرى أجدد شكري للأساتذة، ونمشيو عند عظيمنا الذي علمنا السحر، سي سيزار. مساء الخير أستاذي. تحياتي اخويا دريس، السلام عليكم. مرحبا. اليوم جمعتي غير لي بوالو بحال غادي دير شي فينال ديال لا ميسكولاسيون ولا شي حاجه بحال هكا. تحياتي ليك اخي دريس، وشكرا للسي ابي طالب، الاخ الجنرال، السي سلام، الاخ سالك، والاخ يانروز. شوف، انا بعدا قبل ما نبدا في المداخله وغادي نحاول ما امكن انني نضبط المحور الاول اللي سولت عليه اخي دريس، اين نحن في الملف ديال الحكم الذاتي، قبل ما نتكلموا على كل ما هو استشرافي ومستقبلي. قبل هذه القضيه هذه بغيت غير نوه بواحد المداخله سمعتها من مغربي من الاقاليم الجنوبيه في مجلس حقوق الانسان الاممي، والله ما عرفت الاسم ديالو، ولكن كانت مداخله مدويه، وعنده المداخله ديالو اللي تكلم في على الحقوق وعلى الانتهاكات ديال حقوق الانسان في معتقلات بوليزاريو، عندها علاقه بالمداخله الاولى ديال اخي سالم، عندما تحدث عن الخطه الجديده التي اعتمدتها الدوله المغربيه في اشراك المجتمع المدني في الدفاع عن القضيه الوطنيه. وهذه المقاربه هي مقاربه يعني مغريه للعالم، ويعني استطاع بها المغرب انه نعم. اعتذر عن المقاطعه، ما نبغيش نقاطع، ولكن لازم ذكر الشخصيه. يقول الاخوان اسمه فاضل بريكا. فاضل بريكا، الله يرضي عليه. كانت مداخله فعلا قويه جدا وفيها صدق، على بخلاف المداخلات اللي كانوا كيجيبوهم، كتعقلوا على المداخلات ديال الجزائريين اللي كانوا كيجيبوهم من هذا المجلس هذا. فهذه فيها تجربه وفيها محنه ذاتيه ومحنه شعب وقصه انسان وعلاقتها مع ما يحدث في تندوف. هذه النقطه، وانا بغيت نبدي هذه المداخله بالتنويه ديال هذا المغرب الحر الذي فعلا اسمع صوت المغاربه في المجلس اللي عنده اهميه ديالو، لانه مجلس تابع للامم المتحده. النقطه الثانيه، وكما قلت اخي باش نكمل اخي دريس، هذه النقطه هذه عندها علاقه بهذه المقاربه الجديده في الترافع على القضيه الوطنيه. والعالم وين كان هو فيه ازدواجيه المعايير، وين كان فيه هذا اللعب على الوترين والكيل بمكيالين، ولكن كيبقى العالم تعلو فيه هذه الخطابات ديال حقوق الانسان الى اخره. والمغرب حقيقه كان مغيب هذا الجانب هذا، نقولها بكل صراحه، لان المقاربه والاخوان ديالنا في الاقاليم الجنوبيه يعرفون هذا الكلام اكثر منا حنا، اللي كانت المقاربه الامنيه صرفه او مقاربه اداريه لنقول. اليوم تغيرت الامور، واقحم المغرب الشباب ديالو في الاقاليم الجنوبيه في الدفاع على بلادهم وعلى سلامه اراضيهم، ولكن عن طريق لغه يحبها العالم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في التفاعل مع اخي سالم دائما، وهذا لا يخفى على احد، على ان التركيبه المغربيه هي تركيبه قباليه او قبائليه، بمعنى حنا هكذا دايرين كنا، سواء في الجنوب، سواء في الشمال، سواء في الوسط، سواء في الشرق، سواء في الغرب. المغرب هو نسيج قبائلي بطبيعه الحال. وهذه المساله هذه عندها علاقه بالحكم الذاتي، لان الحكم الذاتي وين كنت انا غادي نجمع به ما بين الحكم الذاتي وما بين ايضا الافكار والتصورات ديال المغرب عن ما يسمى الان بالجهويه الموسعه والجهويه المتقدمه. لماذا؟ لان هناك نظامين
كاين نظام ديال المركزيه المطلقه، وهذا نظام فاشل باش نقولها بكل صراحه. هذا نظام فشل في كل ربوع الكره الارضيه، ولا احد اليوم ياخذ بهذو كل الدول المتقدمه ولا الدول التي تدار بطريقه علميه وبكفاءه عاليه تنتهج هذا التوزيع، ما يسمى بتوزيع السلط على المناطق وعلى الجهات، حتى ماشي فقط يعني حتى يشعر المواطن انه يدير شؤونه بيده، ولكن ايضا للاعتماد على الكفاءات المحليه، لانهم ادرى في نهايه المطاف بالقدرات ديالهم، الامكانيات ديالهم، الموارد ديالهم، باشراف المركز ديال مركز السلطه بطبيعه الحال. فاذا هذا الموضوع هذا عنده علاقه بالمغرب. يعني صراحه انا لن ابالغ لانني مغربي والاخوان معي، ولكن هناك عبقريه مغربيه في اداره هذا الملف هذا. اولا كيف قلت اخي دريس وقالوا الاخوان، انه ما خلاش فين انه يجي شي واحد يقدم شي برنامج موازي للموضوع او مشروع او اطروحه او فكر، لسبب بسيط جدا. لان وهذا شرحه اخي ابي طالب، لان المبدا ديال الامم المتحده، مبدا تقرير المصير، لديه اليات، وهذا اللي لعب عليه المغرب، بمعنى ان هذه الاليات عندما تتعطل اليه من الاليات كاليه الاستفتاء مثلا لظروف والشروط يعني ديال على الارض، لانها كاين موانع اللي هي مساله الطعن في اللوائح الى اخره الى اخره، وبالتالي المغرب اللي هو معني بالملف والمعني بحمايه الاراضي ديالو، فهو مطالب بان يكون مبتكرا للحلول. ما نبقاوش حنا غا جالسين كنتسناو، قالوا ودي راه الاستفتاء عندنا مشاكل في اللوائح، عندنا مشاكل ديال الطعن، عندنا كذا الى اخره. واش غنبقاو نديرو؟ نبقاو حنا نعاينوا 100 عام؟ لا، ضروري انك تكون عندك هذا، انك تكون مبتكر للحلول. والمغرب، وانا مع اخي ابي طالب على ان الموضوع ربما قد خرج على المغاربه سنه 2007، ولكن التفاوض والتشاور، خصوصا التشاور مع القوى العظمى من طرف المغرب، بدأ بسنوات قبل 2007 وقدم على باعتباره. الآن هناك مصطلح جديد ربما سمعه الإخوان في الأسابيع أو الشهور الأخيرة، دخلت على الحكم الذاتي. بات المتحدث كيفما كان يعني من أي طرف، خصوصا يعني الذين ينتصرون للأطروحة المغربية، يتحدثون ليس فقط عن مصداقية أو معقولية الطرح، بل يتحدثون عنه باعتباره حل واحد، يعني ما كاينش حاجه اخرى، لا يوجد شيء اخر. فاذا الحكم الذاتي هذا، انا نبقى في هذا الجانب هذا بالضبط ديال الاولاني، اللي انا نقولوا فين حنا بعدا، قبل ما نتكلموا على من بعد فين غاديين الى اخره. ان شاء الله ان شاء الله. خصنا نقسموا هذا الموضوع ديال الحكم الذاتي اخي دريس على الاقل 3 ديال المستويات. المستوى اللي حنا فيه اليوم هو المستوى السياسي الدبلوماسي. يعني المغرب لا زال يترافع، لا زال يحاول الإقناع، لا زال يقوم باستقطاب ما يمكن استقطابه إلى آخره. مازال ما دخلناش للمستوى الثاني اللي هو مستوى تقني شكلي تفاوضي. لا غنتفاوضوا. وانا عندي سؤال اخي سالم غادي نخليه له في الاخر، لان بغيت نسمع الجواب ديالو. ثم هناك جانب اخر او المستوى الثالث اللي هو المستوى القانوني، بمعنى انه ماذا سيترتب عن المستوى الثاني والأول من تفاوض بين الأطراف المتفاوضة وبين الأطراف الراعية وبين الأطراف المراقبة. وبالتالي شنو هي هذا الحكم الذاتي اللي غادي يخرج على عبارة مجموعة من القوانين التي سيتم دستورتها في الدستور المغربي القادم. نعم. الآن في الجانب السياسي، نبقى معك غير في الجانب السياسي. الجانب السياسي فين حنا اليوم؟ الموضوع ديالنا حنا باش نكونوا واضحين ليس من اختصاص الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، هو اختصاص مجلس الأمن نظرا لطبيعة النزاع. ورغم ذلك المغرب أيضا يجتهد في الجمعية العامة ويحاول. اليوم راه تقريبا وصلنا ل100 دولة تقر بما يريده المغرب والنصاب القانوني ولكن كيف ما كان الحال تتبقى الجمعية العامة الاختصاص ديالها هو إصدار ما يسمى بالتوصيات وتحيلها إلى مجلس الأمن. إذا حنا الاختصاص ديال مجلس الأمن، نشوفوا مجلس الأمن شنو درنا فيه باش نديروا الحصيلة. عندنا قائدة العالم ما عندها علاقة كاع هي بالحكم ده، هي تقر بمغربية الصحراء وكفى الله الناس القتال. عندنا أيضا حاكمة الجزائر فرنسا، هي أيضا تقر بما يريده المغاربة. عندنا أيضا
وهذا خارج مجلس الامن، اللي هو المسؤول التاريخي على الملف او على المنطقه اللي هو اسبانيا، وكلمتها ورأيها وموقفها في غاية الأهمية في الموضوع. وعندنا أيضا بريطانيا اللي هي أيضا غادية الموضوع ديال الحكم الذاتي، وإن كان يعني صياغتها للاعتراف أو للاقتناع يعني بالأطروحة أقل وضوحا من غيرها. وعندنا أيضا الصين اللي هي أيضا بغات تكوش على تايوان، وهذا عنده علاقة بأن هناك وحدة يعني وحدة نضالية بين الصين والمغرب في الموضوع. ولدينا أيضا روسيا الاتحادية اللي بغى ترجع الأمجاد ديال الإمبراطورية الروسية. إذن هذا هو مجلس الأمن ديال اليوم. بمعنى آخر أن المغرب خدام مخير مزيان، حنا خدامين من داك الشيء رفيع وفرحانين بما يفرزه المغرب في يعني في دفاعه على وحدته، والأمور غادية كما يجب. مداخلة جاية نتكلم لك شوية على ما هو في الجانب التفاوضي والجانب القانوني اللي قلت لك. تفضل اخي ادريس. بارك الله فيك سي سيزار، شكرا لك على الاضافه وعلى ما تفضلت به وما ذكرته. سبحان الله العلي العظيم حضر فشرفنا الاستاذ بريكا راه معنا، وباسمكم وباسم كاع المتابعين نحييه على الحضور ديالو معنا. قبل ذلك غادي نرجعوا عند الى كان الاخ اناروز بغيت يعني مداخله، سينو غادي نمشيو مباشره عند سي سالك. سي اناروز. نعم تفضل. انا ما غاديش نطول، مادام انه عندنا ناس من ابناء المنطقه وطبيعه الحال عندهم الاولويه بزاف في هذا الموضوع هذا. المهم انا ما غاديش نعاود الكلام اللي قالوا الخي سيزار على الحكم الذاتي اللي كان واضح. وحنا عارفين باللي الارث ديال الاستعمار الفرنسي ديال النظام اليعقوبي اللي خلى عندنا هذه المركزيه هذه اللي صعيب فعلا، يعني دارت مشاكل ديال التنميه، دارت بزاف ديال المشاكل الى يومنا هذا. انا كيبان لي النظام الموضوعي اللي غادي يجي مع المغرب هو النظام نوعا ما، واش غادي نمشيو حتى لنظام فيدرالي يعني بهذاك التجليات ديالو كلها، كل جهه برئيس حكومه وبرلمان، وهذا فيه ناس طبيعه الحال نظر، لكن نقدروا نلقاو واحد الحل وسط اللي يلائم البيئه المغربيه. لكن صعيب باللي واحد جالس في الرباط يقرر اشنو الناس ديال الرشيديه خاصهم ولا شنو الناس ديال الداخله خاصهم. هو ما عمرو شاف ديك المنطقه، ما عارفهمش واش هو يصحابو راه كلشي عنده بحال في الرباط. وهذا طبيعه الحال هذا اشكال كبير. كيبان لي المغاربه غاديين في هذه القضيه ديال الجهويه الموسعه، ويمكن حتى مع تطور الموارد ديال الدوله وانه الجهات تقدر تمول راسها، لانه في الاخير كيخصك سي ابي طالب راه هضر على المانيا راه واخا نظام فيدرالي راه دائما عندهم واحد الصراع، لانه في الاخير كيديروا واحد الصندوق الولايات القويه، لانه الولايات ماشي كلها بحال اقتصاديا. الولايات القويه اقتصاديا عاود كيدخل بزاف ديال المشاكل بين يعني بين الاقاليم. وكلنا كنتذكروا الانفصال ولا محاوله الانفصال ديال الكاتالان، ما هو الا انهم هما عندهم قوه اقتصاديه كبر من المناطق الاخرى، وهما كيصرفوا على الاخرين. وديما اللي لاباس عليه كيبغي هو يقول لك انا ما بغيتش نبقى نصرف على الاخرين، يعني خاصه الا ما عندوش هذاك التضامن، بحكم انه ما كيعتبروش راسهم اسبان وعندهم طبيعه الحال صراعات تاريخيه مع باقي المناطق ديال اسبانيا. لكن كانت ميركل حشات لهم الركابي بواحد القضيه، قالت لهم، وهذيك هي اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بلي هذه القضيه هذه اللي حبست الانفصال، ولا على الاقل من الاسباب اللي حبست الانفصال في الكتالون. قالت لهم عندكم يسحب لكم الى انفصلتوا على اسبانيا باللي راه غتدخلوا الاتحاد الاوروبي. وتما عرفوا الكتالونيين باللي راه الى خرجتي من الاتحاد الاوروبي راك يتيم وغادي ياكلوك الدياب، ما غتقدر دير والو مازال. كيفاش الصوت؟ عندي الصوت ياك؟ صوت مزيان. غير عندي انا. باش نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الحكم الذاتي، انا كيبان لي واحد من اهم المنجزات الكبيره اللي دارها المغرب، وكيبان لي نتمناونا ننجحوا فيها، والتصريح الاخير ديال ديميستورا اللي ولا يعني هذا التضخم ديال الجزائر في الصراع هذا الاخر هذا نفعتنا به. هاد الناس اللي جاوا للقياده طيحوا الماسك، لانه كانوا دايرين الماسك من اللور، كانوا شويه ذكيين. هاد الجداد هادو طيحوا الماسك ديالهم.
اي حاجه ديال المغرب دابزو مع فرنسا، دابزو غير اللي ما قدروش عليه بحال الميريكان، دابزو مع اسبانيا، كينيا، غانا، اللي قال شي حاجه كينوضوها معاه. وهذا بين للمنتظم الدولي باللي فعلا راه هو في الاخير صراع جيو استراتيجي جيو بوليتيك، يعني صراع جيو سياسي بين جوج ديال القوى كيدابزوا بيناتهم. وهذا هو اللي قالوا دابا في التصريح الاخير ديال ديميستورا، راه لمح لهاد القضيه هذه، راه لمح قال لهم راه البوزاريو مقزمه واحد الجامعه هذا كتخدم. واليوم خرجت ولا هاد الايام هذه خرجت واحد الوثيقه من عند السفير ديال سويسرا، ما عرفت واش شفتيها السي دريس، كيهضر فيها. والغرابه انهم راك عارف هذا الشيء، ان فوا كيهضر شي واحد على هاد القضيه ديال راه صراع جيوسياسي، كيبداو يخرجوا الاخبار، كيتوالدوا كلشي كيخرج من الروندا ديالو، داكشي اللي خباوه كيوليو يقولوه. اش كيقولوا؟ قال لك في هذه الوثيقه هذه كيقول لك راه الجزائر هذا الشيء كله اللي دايره على نقطتين: يطيحوا النظام في موريتانيا اللي كان كيساند المغرب متعاون مع المغرب، ويجيبوا بلاصتو نظام متعاون مع الجزائر. والنقطه الثانيه هو يستنزفوا المغرب اقتصاديا، بحيث المغرب يبقى غير مشغول غير بالتسلح، ويحاصروه ويتمكنوا هنا انهم يسيطروا ياخذوا الهيمنه على شمال افريقيا. يعني شوف العالم بدا كيخرج الاوراق ديالو اللي كانوا عارفينها. هذا الشيخ ادريس، هذا العالم هذا سميتو صراحه الغريب، وحنا راه دائما كنشوفوا التناقضات هذه. يعني انت يطالبوا لك باستفتاء، ودابا بوتين كون يطالب يقول لهم ديروا الاستفتاء في هذوك المناطق اللي خداها الاوكرانيا، يقولوا ليه لا. لا، حيت عارفين هذوك الناس راه غيصوتوا كلهم بالانضمام لروسيا. يعني كيولي هذا تقرير المصير وهذه الامور هذه الا ما عندكش القوه يطبقوها عليك وانت ساكت، ويديروا لك واحد المترو بحال ديال لاسي كيجبدوه عليك كما بغاو. ها هو مترو شويه يديروا منه 2 مترو شويه اللي 3 مترو، يبقاو يعبروك كي بغاو. وصراحه المغرب نجح انه يمشي في اتجاه القوى. راه ما غاديش نعاود، الاخ سيزار راه هضر لينا على مجلس الامن ماشي مكون والقضيه ديالو. شفنا الاتصال الاخير ديال بوريطه مع وزير الخارجيه الروسي. نتمناو انه روسيا تخرج من هذاك الحياد ديالها، واخا بدا عاود الصراع. صراحه كان واحد الوقت اللي كان واحد التقارب بين روسيا والامريكان، كانت غادي تكون احسن. دابا بدا عاود الصراع بيناتهم، يقدر هذا عاود يلعب دور في سميتو في النوع ديال التصويت ديال روسيا غادي نشوفوه. لكن اللي واضح انه العالم بدا كيفهم انه فعلا صراع مغربي جزائري، والجزائر كتستعمل واحد الناس خداتهم وما عندهمش الامر ديالهم. يعني كما قالوا الاخوان، لاش غادي تفاوض مع البوليزاريو وهو ما عنده حتى شي حاجه. وغير نقطه اخيره باش ما نطولش عليكم، يمكن الاخوان الاخ سالك اللي بزاف عنده الوثائق وهذا يقدر يعاود لنا على هذه الحادثه هذا اللي كانت هذه النقطه اللي كانت بين الاستاذ سالم والاستاذ ابي طالب. يعني كانت واحد اللقاء بين الحسن الثاني واعضاء من البوليزاريو، وكان على الاقل وصلنا سميتو، وكان الملك قال لهم يعني الدرابو والتامبر وهذا يعني خليو لي الخارجيه والدفاع وهذا، وديك الساعه داك الشيء ديال الداخل سيروا كي بغيتو، ما عندنا حتى شي مشكل. يعني هاد الفكره ديال الحكم الذاتي، ولا على الاقل تصريف ديال اطلاق يد الناس ديال الساكنه يسيروا الامور ديالهم، كانت يمكن فكره قديمه عند الحسن الثاني. واخا كان هذا النقاش ديال الاستفتاء التاكيدي وهذا الاستفتاء الحسن الثاني كانت فكره ذكيه في واحد الوقت اللي كان المغرب محاصر وعنده بزاف ديال المشاكل، انه فعلا جرجرهم بها. وهذا كيبان لي واحد من القوالب الكبار اللي داتو الجزائر من عند الحسن الثاني، من بعد هذاك القالب الثاني ديال اللي هداونا، لانه بوخروبه خي ادريس راه دار لينا الكادوات. القضيه اللي دار لنا ديال القضيه ديال هذا ديال وادي الذهب، راه عطاوه لينا. هما ما كيبغيوش المغرب، صدقوا زادونا بالضغط ديالهم على موريتانيا، زادوا حتى واد الذهب. الله يرحم ليه الوالدين والله يرحم باباه. تحياتي لك اخي ادريس وشكرا خويا ادريس. واحد جمله فقط. هو مساله الحكم الذاتي راه ليست غريبه على المجتمع المغربي، ربما هي فرصه لاعاده نمط الحكم اللي كان سائد قبل المرحله الاستعماريه، لكن بصيغه عصريه. ما غاديش نجيبوه يعني، لانه كان المغرب يسير بالمناطق كانت تسير ذاتيا. واحد نقطه نظام، غير الاساتذه حينما تتحدثون عن المركز
فخموا الراء بزاف الله يرحمه. شكرا جزيلا. اخويا تحياتي. دريس، انا عندي واحد السؤال نسيتو في المداخله، كنت باغي نطرحه على اخويا سالم ونستدركو الا سمحتي في واحد الدقيقه. تفضل. وبعدا تحيه للاخ فاضل، تحيه وبرافو على المداخله اللي درتي في مجلس حقوق الانسان، ومرحبا بك معنا. السؤال اللي بغيت نطرح للاخ سالم، ربما هي المداخله الثانيه ونبني عليه، ملي كنتكلموا على المفاوض اللي غادي يجي من بعد، ملي غندخلوا للمساله ديال المفاوضات حول الحكم الذاتي، واش المفاوض حسب القانون الدولي هو الممثل الشرعي بين قوسين للاجئين، ولا يمكن الاشراك او المغرب يفاوض على مفاوضون جدد اللي منهم مثلا الفصائل التي نعرفها والتي انشقت على بوليزاريو؟ لان انا سمعت مثلا بعضهم، وكان على راسهم المحجوب السالك، هو كان يطالب الدوله المغربيه بتفعيل الحكم الذاتي قبل تقريره من طرف المجلس العام. فما كرهش يقول لي السي سالم الا عنده فكره على هاد التشكيله ديال من سيفاوض المغرب، ومن سيكون عضو مراقب، ومن سيرعى المفاوضات وهكذا. اذا نخليو، انا من بعد نتمنى الاستاذ سالم يسجل السؤال، غادي نتابع، ونتمنى من الحضور الكريم انه، لان المعلومات كثيره، وانا انا بوحدي استفدت الكثير من المعلومات، نخليكم مركزين هكا، والمعطيات اللي تعطاو نتمنى بحكم يعني الزخم ديال المعلومات كبير، يزيدوا الاخوان يتعمقوا في نقاط اخرى التي لم تذكر، وهكذا نغني النقاش بشكل اكبر. مره اخرى اجدد شكري لكم على التواجد في هذا الجيست، ولمتابعي هذا اللايف تحياتي لكم، وشكرا لسهركم معنا. غير ما تنسوناش من شويه ديال التكبيس والبارطاج، هذا حفاظا على اللايف. اوكي، اذا غادي نرحبوا باسمكم بالاستاذ سالك. شرفتنا استاذ سالك، لك الكلمه. يا مرحبا بك وسهلتي دكتور ادريس العالمي، راني محييك وحيي الاخوه الكرام الطالعين معك، ونحيي متابعيك 1200. صراحه منين يعود لايف فيه هذه القامات الكبرى، راه بحال كنت شي فريق فيه ميسي ورونالدو، وانت جاي من التروازيام سيري ديال بوركينا فاسو. هذا كيفاش غتلعب، كيفاش غتباسي الكره، كيفاش والله راني نحييك، ونحيي مولي الاخ الفاضل بريكه، والله نحيي الاخ سيزار الذي ذكرنا به، لانه حاليا يتواجد بمدينه جنيف السويسريه، ويشارك في احدى دورات مجلس حقوق الانسان، يعني يترافع باسم بلاده من خلال تجربته الشخصيه، ولا شك انها تجربه جيده جدا، من تجبر شخص جبر البوليساريو كيف الاستاذ سالم وكيف الاستاذ فاضل بريكه، وجبر المغرب، يعني لا يعني ليس من راى كمن سمع. انا نتطرق لقضيه تكبر للشاشه، نتطرق للموضوع هذا. مرحبا. الحكم الذاتي، الجزائريون دائما يقول لك كاع الحكم الذاتي مو كاين، هذا الحكم الذاتي كاع ما كاين، تقلب عليه ما كاين، والله غير موجود والله غير دقيق. انا اللي نمشي بك الامم المتحده لنسهل المأموريه على السي عطاف ولا الجزائريين، يدير غير ا ماجيسكول سلاش 62 سلاش 348، ها هي، ويدخلها ويجبر المبادرة المغربية القاضية بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، موجودة في أرشيف الأمم المتحدة، ها هي digitallibrary.un.org، ها هي التليشارج هذه أنا عندي موجودة، غير بغيت باش نسهل المأمورية على الجزائريين يجبروها، ربما يكون تيليشارجمون ديالها ثقيل، ولكن نخفف عليكم. ها هي نجوها ديريكت، راها هذه المبادرة، راها قدامكم، الجمعية العامة للأمم المتحدة راها، ها هي ا ماجيسكول سلاش 62 سلاش 348، هذه المبادرة راها رسالة ديال السي مصطفى الساهل أو ممثل الداعي، هو عبر في يعني يعطي تفاصيل هذه المبادرة من خلال، شوف هون يقول: وتمثل هذه المبادرة التوفيقية رد المملكة على دعوات مجلس الأمن المتكررة للطرفين ولدول المنطقة إلى أن تواصل تعاونها التام مع الأمين العام للأمم المتحدة. إذا هذه المبادرة أخي الكريم بتفاصيلها الدقيقة وبفقراتها يعني فصولها 35 جاءت تلبية
من المغرب لنداءات مجلس الأمن الدولي خصوصا منذ القرار 1394 الصادر يوم 27 فبراير 2002 حين طالب مجلس الأمن من الأطراف البحث عن حل سياسي واقعي مقبول ودائم. الحل السياسي الواقعي المقبول ودائم. المغرب منذ 2002 كرس جهوده، أرسل قانونيين ودستوريين وناس في الإحصاء وعدة أساتذة وفقهاء في القانون إلى عدة تجارب دولية في الحكم الذاتي. مشى فريق إلى كردستان العراق، مشى فريق إلى مقاطعات في إيطاليا تتمتع بالحكم الذاتي، مشى فريق إلى البايس باسكو، مشى فريق إلى كاتالونيا، مشى فريق إلى بورتوريكو. هذا النموذج الأمريكي للحكم الذاتي. ومن كل نموذج أتى بشيء يمكن تطبيقه. في 2007 11 أبريل 2007 تقدم المغرب بهذه المبادرة استجابة إلى مجلس الأمن. مبادرة قوية جدا فيها التفاوض والانفتاح. هاتين الكلمتين موجودة 4 مرات ولا 5. تفاوض الانفتاح، تفاوض الانفتاح، معناه أن المغرب حاط هذه المبادرة ولكنه منفتح الجزائريون للأسف الشديد. سمعنا عطاف صديق الدكتور إدريس، سمعنا عطاف يقول دائما أن هذه مبادرة فرنسية أتى بها الفرنسيون. وأنا راح ندير لك هنا تيها S/2003/565 أونو اللي هي الأمم المتحدة. ولين نشوفوا ها هي، هذا تقرير آخر، تقرير راه قدامكم S/2003/565 اللي نديروا العربية. تقرير الأمين العام، هذا في 2003 راه 23 مايو 2003. نشوفوا الفقرة 51 الصفحة اللي تعود الصفحة 12 الفقرة 51 47 48 فقرة 51. شوف فقرة 53 ماذا يقول الأمين العام؟ لا يوجد تعديل في خطة السلام يمكن أن يثير قلق المغرب بشأن الاقتراع من أجل الاستفتاء، وكل ما في الأمر أنها توفر خيارا ثالثا للاقتراع تنص على استمرار فصل السلطات المنصوص عليها في المادة الثالثة من خطة التسوية، أو بمعنى آخر الحكم الذاتي. إذن يا سي عطاف ويا سي واش قال عبد المجيد تبون، ليست خطة فرنسية تقول عن جابوها 2007. هذا اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث شخصي أو الاستقلال الذاتي. هاي لقد أيدت المغرب لبعض الوقت مفهوم الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي. اسمعش قال الأمين العام هنا تياه في الصحراء الغربية للصراع كحل للصراع في الصحراء الغربية. وأقترح أنا ومبعوثي الخاص إدراج هذا الخيار اللي هو الحكم الذاتي ثالث في عملية الاقتراع. عملية الاقتراع فيها خيارين، فيها الاستقلال وفيها الانضمام التام للمملكة المغربية. هو اقترح بما أن المغرب هذه خطة مطروحة منذ 2003. إذن هذا ينسف الدعاوي الجزائرية التي تقول أنها خطة فرنسية. وإذا كانت فرنسا مازالها طرح هذه الخطة، لماذا ما أيدتها حتى 2024 منذ 2007 ل 2024 فرنسا ساكتة على الخطة؟ بالتالي هذو ناس سبحان الله جزائريين دائما يتحدثون بشيء زين. بالنسبة للمصطلح حكم ذاتي حقيقي، المصطلح حكم ذاتي حقيقي أول مرة سمعناها عند الحاج، يعني غادي ندير لك، سمعناها عند الحاج ترامب. غادي نديرو اس دائما لا باش نسهل المأمورية للأخوة الكرام. اس 2020/1210 1210 أونو دائما الأمم المتحدة. ها هي شوفوا هذه في 2020 S/2020/1210 يقوموا داخلينها، لأنه أنا بغيت الدكتور
أبي طالب والأساتذة الكرام نغوص معهم في قضية الحكم الذاتي. زين، راه تتشرف الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الإعلان المرفق ديال الرئيس دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية. زين، بالنسبة للمصطلح الحكم الذاتي الحقيقي راه أشار شوف، وتؤمن هذا دونالد ترامب، وتؤمن الولايات المتحدة بأن إقامة دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وبأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. هذه جاءت مولي ليس فقط في رسالة رسمية من الأمم المتحدة، بل شوف راها لك في السجل الفيدرالي الأمريكي، فيدرال ريجستر، راها recognizing the sovereignty of the kingdom of Morocco over the western Sahara. هذا السجل الفيدرالي ربما إلى ما عاد يصحوا لي الأخوة الكرام هو بمثابة الجريدة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. هو الجريدة الرسمية راه توقيع ترامب بشأن الاعتراف بسيادة المملكة على إقليم، ها هو دونالد ترامب. باش نأكدوا، جبناها من الأمم المتحدة، جبناها من السجل الفيدرالي. زين، الحكم الذاتي الحقيقي، أنا نظن المغرب فاز على البوليساريو وفاز على الجزائر. يعرف الدكتور أبي طالب والأستاذ سالم أن البوليساريو قدمت حتى هي خطة، بوليساريو حتى هي قدمت خطة اسمها الخطة الصحراوية للسلام، وقدمتها ميتة يوم 10 أبريل، والمغرب قدم خطته يوم 11 أبريل. عندما نشوفوا قرارات مجلس الأمن الدولي، أنا غادي نختار قرار واحد مثلا، غادي نختار قرار 2703. غنشوف كاين نجبروا لك عندي هون 2703 ولا نشوف ماذا يقول. نشوف كانوا عندي هون 2703. المهم 2703 ولا أي قرار منذ 2007، منذ القرار 1754 الصادر يوم 29 يونيو 2007. ماذا يقول الأمين العام المتحدة؟ وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 11 أبريل 2007، وإذ يشيد بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية نحو التسوية. ويقول مالي وإذ يحيط أيضا علما بالمقترح الذي المقدم من طرف جبهة البوليساريو أنت يوم 10 أبريل. تصور معي أن المقترح المغرب قدم 24 ساعة بعد المقترح البوليساريو، وقدم مجلس الأمن المقترح المغربي بالنسبة للمقترح البوليساريو أخره ولم يشيد بأي جهود. وبالتالي كيف قال أحمد عطاف، وأنا ماني عارف، سمعت عن أحد الإخوة الكرام اللي هو أبي طالب، أن الخطة المغربية سيطرت على جميع الخطط، مثلا عنها أغاني لو تيران على حساب الخطة، وبالتالي هي غير مقنعة، والجزائريين ما هم مقنعين. وبالتالي أنا نقول لك منين تطلع علي صحراوي راك من البوليساريو وتقول انا راك مغربي نشرح لك الخطه من الفها الى ياء، هذه الخطه المبادره، ولكن من طلع صحراوي تقول له اعطيني كاع التفاصيل عن الخطه الصحراويه، يقول لك ماني عارف. طلع بشرايا البشير هذا اللي كان في جنيف يقول لك اودي ما نعرف. المهم هذا يبقى يلعب لك، يمشي لك لأن ما عندهمش تفاصيل دقيقه عن الخطه. خارج قضيه لانه السؤال طرحه الاخ سيزار، وانا سوف اختم مداخلتي. ولا نون الجنرال قال من سيصوت. الفقره الثامنه، الفصل الثامن من هذه المبادره يقول تخضع هذه المبادرة في إطار التفاوض لاستشارة استفتائية وفقا لمبدأ تقرير المصير من طرف الساكنة المعنية. الساكنة المعنية هذا بالنسبة للبوليساريو سيتان بياج، لذلك طلبوا من ستيفان دي مستورة إعطائهم تفسيرات. قال لك ودير احنا المغرب هذا ما عندنا فيه الثقة، احنا بغينا الحكم الذاتي، ولكن يقول له حددنا شكون سوي يصوت، واش الصحراويين الاولين ديال اسبانيا، ولا من سكن الاقليم منذ 75 الى اليوم، ولا شكون راه، ولا المغاربه جميعا، لانه لا شك انه السي ادريس عنده خالو ولا ولد عمه ولا نصيبه شهيد من شهداء المعارك، السي انا روز كذلك، السي سيزار الان، وابي طالب ملك. وبالتالي هل هو جميع المغاربه معنيين؟ السكان المعنيين ليس هم الصحراويين.
السكان المعنيين لا بوبولاسيون كونسيرني هذه تحتمل ياسر من التاويلات. وبالتالي البوليساريو الجزائر قالوا لستيفان دي مستوره اطلب من المغرب تفسيرات وحنا جاهزين، غير يضمن لنا من سيصوت. وخارج مالي الفقره 19 تصويت مالي هناك تصويت سوف يقوم به القبائل الصحراء، وهناك تصويت الساكنه الاخرى ما البوليساريو خايفين من ان ما هم باغيين يصوتوا لانه خايفين لعل المغرب يوقعهم في فخ. حتى احمد اسمه ناصر بوريطه قال لك هو نقطه وصول، قال لك يقبلوا المبادره وحنا موجودين. راه المبادره يقدر ابي طالب يكتب فيها المجلد، ويقدر سالم عبد الفتاح يكتب فيها ما يعني تفاصيل، وانا روز وانت كذلك، وغير قبلوا لنا الجزائري دخلوا معنا الصف. هذيك الساعه ما يكون غير خاطركم. راني نحييك ونبغى الاخوه الكرام يتابوناو عند فاضل بريكه. فاضل بريكه راهو بطل هو الشخص الوحيد المغربي الوحيد اللي منع ابراهيم غالب انه يدخل اوروبا، رافع به دعوه قضائيه امام المحكمه الاسبانيه باعتباره مواطن اسباني اللي هو حاصل على الجنسيه الاسبانيه اللي هو البريكه، وابراهيم غالي حاصل على الجنسيه، وبالتالي منع التراب الاوروبي كامل على واش العدو الاول للبوليساريو ليس المغرب، نو هو فاضل بريكه، هو فاضل بريكه اول عدو رقم واحد نمبر 1 للبوليساريو. واختم مداخلتي، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك يا استاذ يسالك، شكرا على السلاسه في اعطاء المعلومه، وهذا شيء جميل ويحسب لك وانت معروف بهذا الامر هذه، وحتى انك تحفظ الارقام على ظهر قلب، فما شاء الله عليك. ودائما نحيي جنود انا خايف صدمني السرحان، هما قالوا لنا غير تويت ومن بعد تويتر سد داك الشيء. لا ادريس، انا الاخ سالك ملي كان كيعطي داك الارقام ديال لي ريزوليسيون د لونو كان تيسحب له واش كيصرف الدينار. انا بعدا